وجينا النهاردة لعشاق الملايين، كل الناس بتحبه، ترندي جدا يعني ما بيبطلش ابدا، على طول بنحبه وبنطلبه وبندفع فلوس كتير قوي فيه في المحلات بره. النهاردة هنعمله مع بعض بأبسط طريقة ممكنة، التشيز كيك بكل تفاصيله وتكاته. تابع معايا الفيديو الآخر ومتنسيش تعملي لايك وشير وكومنت حلو كده زيك. ويلا بينا. هنحتاج بسكويت سادة طبعا على حسب الكمية اللي انتوا هتعملوها. احنا عملنا حوالي 10 بولات من اللي انتوا شفتوهم دي دلوقتي، فاحتاجنا حوالي باكو ونص من البسكويت الكبير اللي هو العلبة الكبيرة بتاعة الشاي. هنضربهم كويس جدا لحد ما يبقى بودرة معانا. لازم نتأكد ان احنا ضربنا كويس قوي، ما يبقاش فيه اي تكتلات خالص، لان انا عايزاه شبه الرمل كده اهو. يعني مش هياخد منك وقت. لو انت عندك كبه، ما عندكيش كبه، في نفس الكيسه بتاعته اقعدي دقدقي كده عليه باي معلقه خشب او اي هون او اي حاجه، وهيطلع معاكي برضو مفروم كده. هننزل عليهم بثلاث معالق من الزبده، سيحناهم مش قدحناهم، يعني اللي هو بس يفكوا كده، وبننزل عليهم على طول. وهنضربهم كويس جدا برضو. ولو ما عندناش الكبه زي ما قلت، هتفركيهم بايدك كويس جدا لحد ما يتحول معاكي شبه الرمل المبلول كده اهو. هنقلب كويس جدا كده لحد ما يبقى شبه الرمل المبلول زي ما انتم شايفين كده. هنجيب بقى القوالب بتاعتنا، هنحضرها طبعا. القوالب دي بتتباع في مستلزمات الحلواني وبتبقى رخيصة جدا على فكرة، ممكن تجيبي منها كمية كبيرة. هنحط بقى، هنوزع البسكويت كده زي ما انتم شايفين. كمان الوصفات دي حلوة للبنات اللي هي عايزة تبدأ مشروع جديد، يعني عايز تعملي مشروع جديد من البيت. مش قادرة اقولك ان التكلفة بتاعته قليلة قد ايه، والمكسب بتاعه كويس جدا. تعملي بقى لنفسك كده براند حلو، وتعملي صفحة وتبدأي ان انت تعلني عن نفسك بجد. ممتاز، في منتهى الجمال يعني. هنحط بقى البسكويت وهنضغط عليه بعلبة من العلب دي كده. بصوا، هنجيب علبة كده ونضغط كده عشان تضمني ان البسكويت بتاعك ايه، مسك نفسه. دي فكرة كويسة للناس اللي مش قادرة انها تضغط، او مش عارفة تتحكم فيه. اهو هنضغط عليه كويس جدا لحد ما تتأكدي ان هو خلاص اخد وضع العلبة بتاعته وبقى متماسك مع بعض. هندخله بقى التلاجة شوية في المرحلة اللي احنا ايه هنبدأ نعمل فيها الكريم. اهو كده خلصنا ضغط على البسكويت بتاعنا، متأكدنا ان هو مسك تماما في العلبة، مفيش فيه اي تفرغات. هندخله التلاجة وهنبدأ نحضر الكريمة بتاعتنا. هنجيب البولة وهنجيب كريمة الخفق العبوة دي. لو مش متوفر عندك كريمة خفق، ممكن تستخدمي كوباية من الكريم شانتيه، يعني ده او ده مفيش اي مشكلة. هنضربها شوية لحد ما تتقل. طبعا كوباية الكريم شانتيه تحط لها نص كوباية مية ساقعة، او نص لبن، حسب بقى ما بياخد معاكي، وتضربيه كويس لحد ما يتقل معاكي كويس جدا. اهو هنفضل نضربها مش كتير، بس تمسك معايا. اول ما تمسك معايا هنزل عليها بجبنة. قلنا جبنة كريمي، اي نوع انتوا بتفضلوه. ويفضل ان هو الملح بتاعه يكون قليل، سواء بقى مربعات او العلب اللي هي بتبقى جاهزة دي طبعا حسب الرغبة. هننزل عليهم بثلاث معالق من السكر. لو مش متوفر جبنة كريمي، ممكن تحطي زبادي على فكرة، يعني ممكن تستخدمي زبادي. انا كده قلتلك البدايل اللي مش متوفرة عندك. وحطينا ذرة من الملح، يبقى حطينا 3 معالق سكر وحطينا ذرة من الملح. ممكن تدوقيه بقى لو حسيتي ان انت محتاجة سكر تزودي. هزود عليهم 3 معالق من اللبن البودرة، ده بينقل طعمه وبيخلي طعمه حلو جدا وغني كده وقوي يعني. وطبعا حسب نوع اللبن البودرة انت بتستخدميه، لان في انواع بتبقى نكهتها قوية وطعمها حلو، وفي انواع ملهاش طعم خالص. انا جربت ده وجربت ده. وهنقلب كويس جدا لحد بقى ما يندمج كله مع بعضه. هنفضل نضرب فيه كده اهو. بس هيتقل معانا. اول ما يتقل معانا خلاص، انا مش محتاجة ايه ان انا اضرب فيه كتير يعني. هو بس احنا بندخل كل الميكس مع بعضه وبيجمد معايا كده، بتحس ان القوام بتاعه تقل وخلاص، مش محتاجة اكتر من كده. خلاص كده الكريمة بتاعتنا جهزت. وعايزه اقول لكم بجد، دي من الوصفات اللي انا صارفه 3/4 فلوس عليها، ان انا بروح اشتريه فعلا من بره، بس بعد ما جربته خلاص انا هعمله في البيت بقى يا جماعه بجد. هنبدا نجيب بقى القوالب بتاعتنا بعد ما حطينا البسكويت في التلاجة ومسك شويه. هنجيبه بقى ونحط عليه الكريمه التحفه اللي انتوا شايفينها دي، بجد طعمها خطير. هنبدأ نحط معلقتين كده او 3 معالق في كل واحدة على حسب طبعا القالب بتاعك. بس ما نملهوش للاخر، خلي بالكوا علشان احنا لسه هنحط الصوصات. يعني راعي الحتة دي ان انتي ما تمليش العلبة للاخر، علشان لسه هنحط الصوص بتاعها اهو. بجد يا جماعة لازم تجربوه.
يعني طعمه احلى من اللي احنا بنجيبه من بره بكتير، وكمان حاجة مضمونة وانتي اللي عاملة كل حاجة بنفسك ونظافتك وكل حاجة، فطبعا مش محتاجين ان احنا نشتريه تاني من بره. هنبدأ بقى نكمل كل القوالب بتاعتنا، وهنحط الصوصات. طبعا الصوصات دي حسب الرغبة، عايزة تحطي بقى صوص مانجا، عايزة تحطي صوص فراولة، عايزة تحطي صوص شوكليت، زي ما انت عايزة وزي اللي انت بتحبيه. بصوا يعني حطينا صوص فراولة، معلش عشان انا ما بشوفش شوية فايه باجي يمين او شمال ما اعرفش، انا عندي موضوع النظر ده فيه مشكلة. حطينا صوص الفراولة اول حاجة. صوص الفراولة معاه طعمه حلو قوي. وحطينا صوص، ده صوص القهوة، ده صوص قهوة بجد طعمه خطير مع الشيز كيك. يعني ده اول مرة اجربه بس طعمه حلو قوي، طعمه احلى من الشوكليت. يعني اللي بيحب القهوة بقى قوي يجربه. ده صوص قرفة، يعني تالت حاجة ده صوص قرفة، وبرضو ده من الصوصات اللي انا يعني حبيتها قوي. وحطينا صوص كراميل، وحطينا صوص فراولة تاني على صوص قرفة. يعني انا عملت ميكس كده بين الصوصات اللي هو اخر واحد ده. هنجرنش بقى زي ما انتوا عايزين. زي ما قلت لكم التزيين ده حسب الرغبة، كل واحدة تطلع الابداعات اللي جواها. وبدل ما انتي قاعدة دلوقتي قومي اعملي اي حاجة للولاد حلوة، وبدل ما يشتروها من بره وبهريهم بجد يعني هينبهروا بالجمال اللي انتي عاملاه لهم ده، وتكلفة قليلة. مش محتاج اي حاجة خالص، ولا محتاج اقلب التشيز كيك اللي بيفتح من الجنب ولا اي حاجة. القوالب دي رهيبة ورخيصة جدا، ومش هتحتاجي اي تكلفة ليها. هتزيني بقى زي ما انت عايزة. وما تنسوش تعملوا لي لايك لو وصلتوا معايا لحد هنا. وبجد بحبكم جدا، وتابعوني علشان تتابعوا الفيديوهات الجاية ان شاء الله. وما تنسوش الكومنت الحلو كده زيكم، ومستنياكم في الفيديو القادم.